هلو يا أبطال الويلنس عاملين إيه؟ النهاردة الأبيسود هتكون مختلفة شوية، مش هيكون معايا جاست وبنتكلم في توبيك معين زي كل مرة، ولكن هرد على شوية أسئلة وصلت لي. قبل ما أبدأ حابة أقول إني مبسوطة بالأسئلة. الأسئلة جاية لي من تينيجرز، ومبسوطة إن في عمق في الأسئلة. الجينيريشنز الأصغر حاليا عندهم awareness وبيفهموا نفسهم أكتر مقارنة بالأجيال السابقة. هما بقوا فاهمين إن بيبقى عندهم مشكلة معينة وبيدوا لها اسم وبيدوروا لها على حلول. دي بالنسبة لي حاجة كويسة، ومن الأسباب اللي أنا بدأت البودكاست عشانها إن هما يلاقوا مكان في إجابات الأسئلة دي. أنا هايدي وده ذا وان سكواد. يلا نبدأ. أول سؤال بيقول: أعمل إيه لو إخواتي دايما بيتريقوا عليا؟ أوكي، إن حد يكون دايما بيتريق عليا ده حاجة مش لطيفة، وحاجة فعلا تخلي إن الواحد يزعل. مبدئيا لازم نعبر عن مشاعرنا بهدوء من غير ما نتعصب عليهم، لان ممكن يكون دي طريقتهم في ان هم يهزروا معاكي، خصوصا لو بابا وماما او الناس الكبار بيهزروا مع بعض بالطريقه دي قدامهم وشايفين ان هم متقبلين عادي. بابا بيهزر مع صحابه وماما بتهزر مع اخواتها بيهزروا مع بعض بالطريقه دي. فبهدوء نقول لهم: انا بزعل لما بتعملوا كده، او ان الطريقه دي ما بتضحكنيش. اوكي. لو بقى الموضوع استمر، ف فإن إحنا نعمل ليميتس أو نعمل باوندريز معينة مع إخواتي إن هم ما يتخطوهاش. مهم إن أنا أعمل حدود مع كل الناس اللي في حياتي، مع ماي بيست فريندز، مع إخواتي، مع بابا وماما. كل الناس دول المفروض يكون لينا معاهم حدود، وهم ليهم معانا حدود. في ليميت معين ما ينفعش أتخطاه مع شخص لو هو ما بيحبش ده. لو أنا بهزر مع كل الناس بطريقة معينة متقبلينها بس في واحد ما بيتقبلهاش، ما ينفعش أقول إن هو مكبر الموضوع ما كل الناس بتقبل. لا، انا احترم ده وما تخطاش حدودي معاه. وبرده مهم ان احنا نتجاهل اوقات. ما ينفعش اعلق على كل حاجه، مش لازم اعلق على كل حاجه، هيستنزف مني طاقه كبيره، هلاقي نفسي قاعده طول الوقت بعلق او زعلانه بسبب تصرفات كبيره وتصرفات صغيره. اوقات نتجاهل طالما ما تخطوش الحدود او ما تخطوش ليميتس او ما اهنيش او ما جرحونيش. أم، لكن لو الموضوع استمر، يعني بعد ما اتكلمت معاهم وبرضو هم بيحاولوا ان هم يتخطوا حدودهم معايا وبيحاولوا ان هم يخلوني مادة للسخرية والتريقة، يبقى انا الجا لحد كبير. لو لينا اخ اكبر مننا، لو بابا او ماما، انا الجا له وهو يتكلم معاهم. ومهم ان انا ما اخدش كلامهم بجد. اوقات اللي بيضايقنا في ان لما حد بيتريق علينا ان احنا بنحس ان هو بيقول لي ان ده انتي. فالمهم ان انا ما اخدش رايي عن نفسي وما اخدش كلامهم عني بجد. اي كلام بسمعه من اي شخص عني ليه علاقه بيه هو، ملوش علاقه بيا انا. هنتكلم في البوينت دي في مرات جايه ان شاء الله بتوسع اكتر عشان يبقى في وقت نرد على كل الاسئله. فكري نفسك دايما ان كلامهم ده ملوش علاقه بيكي، ليه علاقه بطريقه هزارهم هم، ليه علاقه بطريقه تعاملهم هم. لكن انت فكري نفسك ان انت اللي بتقولي انا مين. هزار اي حد عليا ما يحددش انا مين، انا اللي بحدد انا مين. فزي ما قلنا ان احنا نتكلم معاهم بهدوء من غير خناق، بهدوء. واحاول اتجاهل الحاجات اللي مش مهمه. لكن لو الموقف كان كبير بيتخطى حدود معينه يبقى لازم ادخل حد كبير في الموضوع. السؤال التاني شبه شوية السؤال الأول بس في سيتنج مختلف: أعمل إيه لو في تيتشر بيتريق أو بتتريق عليا ولو اتكلمت معاهم في كده هدخل في مشكلة؟ هو أنا مبدئيا مش عارفة ليه هندخل في مشكلة لو اتكلمنا مع التيتشر. هو عادي إن أنا لو أي تيتشر عندي، أي بني آدم حتى لو أكبر مني، طالما أنا ما قللتش احترامه او زي ما قلت تاني ما تخطيتش حدود معينه في التعامل معاه، من حقي ان انا اوجه له كلام او اوجه له سؤال. فانا من حقي ان انا اقول للتيتشر ان هو او هي لما بيتريقوا عليا او بيهزروا بالطريقه دي في الكلاس قدام زمايلي وبيضحكوا عليا، ان انا بزعل، بحس بالاهانه او بتجرح. بس اسومينج ان اتكلمتي مع التيتشر ده او دي قبل كده ودخلتي في مشكله او شفتي حد دخل في مشكله في موقف مشابه، خلينا نشوف المفروض نعمل ايه في المواقف اللي زي كده. لازم ندخل حد يتصرف، ما اتصرفش لوحدي. اي سكول بيبقى عندنا برنسبل للسكول او عندنا هيد اوف ستيج او عندنا
principal للstage اللي إحنا فيها، بيبقى شخص مسؤول عن المرحلة اللي أنا فيها، أو شخص مسؤول عن المدرسة كلّها. الشخص ده جزء كبير أوي ومهم أوي من شغله إن هو يsupport you. لو عندِك مشكلة المفروض تلجئي له، هو شغله كده. فلمّا ألاقي نفسي هادخل في clash معيّن أو هادخل في مشكلة معيّنة مع حد من الteachers، المفروض ساعتها إن أنا أدخّل الprincipal وهو اللي يتولّى الموضوع. لو فعلًا الteacher يقصد يأذيني، آه، هو اللي هياخد الaction مش أنا. لو الteacher ما يقصدش، هو الprincipal بيتكلّم معاه وبيفهم إيه الموضوع، وبعد كده المشكلة بتتحل. لو لجأت ولقيت إن المشكلة ما اتحلتش، لازم ماما تدخل في الموضوع أو بابا، هُم اللي ييجوا يتكلّموا. المهم إن أنا لو حسّيت إنّي هادخل في مشكلة، ما اسكتش واقعد وافضل زعلانة وشايلة مشاعري جوايا لإن ده مش كويس، زي ما هنتكلّم كمان شوية. لأ، أنا ألجأ لحد أكبر منّي وحد أنا عارفة إن هو المفروض هيsupport me ويprotect me. سؤال تاني، إزاي أقدر أنسى الpast experience بتاعتي وأثق إن أنا أعمل صداقات جديدة؟ أول حاجة نتقبّل مشاعرنا. أي موقف بامُر بيه، أهم حاجة إن أنا أعملها إن أنا أشوف أنا حاسة بإيه وأتقبّله. أنا حاسة إني اتجرحت، أتقبّل ده. أنا حاسة إني disappointed، حاسة إن I was let down وإني اتخذلت، أتقبّل ده. أشوف أنا حاسة بإيه وأتقبّله. أنا زعلانة، أنا حاسة إني angry إني مثلًا وثقت في حد وهو ما كانش على قد الثقة دي، فأنا حاسة بالغضب، تقبّلي ده. أول خطوة لازم أعملها، لازم أشوف أنا حاسة بإيه وأتقبّله. من المهم جدًا إن أنا أدّي مشاعري حقّها، وإن أنا أسمع نَفْسي وأسمع أنا حاسة بإيه. أنا ادّيت مسمى لمشاعري، أنا حاسة بالغضب، بالحزن، أو أيًا كان اللي أنا حاسة بيه. ولو مش عارفة أدّي مسمى لمشاعري، سيبي نَفْسِك تحسّي. لو أنا مش عارفة أحدد أنا حاسة بإيه بالضبط، أو أنا حاسة إني متلخبطة وحاسة بmix مشاعر كتير على بعض، سيبي نفسِك تحسي. تقبلي إنِّك حاسة بده حاليًا. تقبلي إنِّك حاسة بالقلق ومش قادرة تدخلي بشكل كلّي وبكل ثقتِك في صداقة جديدة حاليًا. تقبلي ده. اللي بنعمله بعد كده إني لازم أreflect على الpast experience بتاعتي، أتعلم من التجربة اللي حصلت. آمم، أشوف إيه اللي كان فيه red flags باينة في الناس دول من الأول وأنا تجاهلتها. وأفكّر هو أنا ليه تجاهلتها؟ ليه كنت باسمح بتصرفات معيّنة تحصل؟ هل لإن أنا كنت شايفة إن أنا لو اتكلمت معاهم أو رفضت التصرفات دي، هم هيمشوا من حياتي وأنا مش هاقدر إن هم يمشوا؟ هل أنا كنت فاكرة إن التصرفات دي عادية، لإن أنا ما كانش عندي خبرة كفاية وقتها وده طبيعي جدًا؟ بارeflect على اللي حصل، بافكّر وأشوف أنا كمان غلطت في إيه. هل أنا غلطت لمّا ما عملتش boundaries؟ التاني بيتكلم عن أهمية الboundaries والحدود. هل أنا غلطت إن أنا ما كنتش عاملة حدود للناس دول، فهُم تخطّوا حدودهم أكتر من اللازم؟ هل أنا غلطت إن أنا كنت شايفة إن في حاجات ما ينفعش أسكت عليها وسكِتّ؟ بس إحنا مش بنعمل ده نوع من أنواع الحساب للنفس أو الshaming. إحنا بنreflect، باشوف إيه اللي أنا عملته وإيه اللي الناس التانيين عملوه علشان ممكن أتجنب ده بعد كده في المستقبل. ومهم إن إحنا نركّز على دلوقتي. خلاص أنا حسّيت بمشاعري وادّيتها وقتها وعملت reflection على التجربة اللي فاتت وطلعت منها بحاجات. المهم بقى أركّز على دلوقتي. إيه اللي دلوقتي أنا أقدر أعمله؟ حتى لو خطوة صغيّرة بسيطة، حتى لو مجرّد إن أنا هادّي فرصة لحد جديد في حياتي، إن أنا هادّي فرصة بس بحدود، أيًا كان اللي مناسب معاكِ، بس ولو خطوة صغيّرة. إحنا once ما بناخد خطوة صغيّرة بنتجرأ ناخد خطوات بعدها. حاجة مهمة أوي إني لازم to let go، لازم أتسامح مع اللي حصل. أتسامح مش معناه إن أنا سامحت الشخص اللي أذاني أو سامحت، لأ، التسامح معناه تقبّلت إن أنا مرّيت بالتجربة دي. ده مش معناه إن خلاص سامحت الشخص وهنرجع تاني صحاب ونسيت أي حاجة عملها، لأ خالص. ده ما كانش شخص مناسب ليّا، مش لازم يكون بالضرورة شخص وِحِش، بس ما كانش مناسب ليّا. أنا ما كنتش في أحسن حالاتي النفسية وأنا مع الشخص ده. آآ وخلاص، هُم برّه حياتي، لكن أنا متسامحة مع التجربة. مش I wish إن أنا أرجع بالماضي وأمسح التجربة دي. لأ خلاص. وجود الناس دول في حياتي وقتها علّمني حاجة، وكل تجربة بامُر بيها بتساعد في تكويني دلوقتي، في shaping who I am now.
ده اللي أنا المفروض أتسامح معاه، إن أنا أتقبّل إنّي مرّيت بتجربة وإن هي كانت جزء مهم من رحلتي، وهي هتبقى جزء من خبراتي المتراكمة بعد كده لمّا أكبر في المستقبل. بالنسبة بقى لمرحلة إن أنا مستعدة أدخل في صداقة جديدة، اهتمي بنفسِك، شوفي الhobbies اللي أنتِ بتحبيها واعمليها، شوفي بتحبي تقضّي وقتِك إزاي، شوفي إيه اللي بيخلّيكِ تحسّي إنِّك مبسوطة وfulfilled وأنتِ بتعمليه، منّه هاقوي علاقتي بنفسي وهاحب نفسي أكتر، ومنّه هاقابل ناس شبهي. أنا لو في هواية معيّنة باحب أعملها art أو رياضة أو music أو writing ف فده هيخلّيني أconnect مثلًا online مع ناس بنفس الهوايات، ناس شبهي، ناس بتفكّر زيي، خلّيني أروح club مثلًا أو أروح مكان معيّن أتعلّم فيه الحاجات دي، فهاقابل ناس شبهي وناس ليهم نفس اهتماماتي، وغير كده إني كمان هاكون عارفة أنا باحب إيه وأنا مين، فده هيساعدني أكتر إن أنا يبقى عندي control على بادخّل مين في حياتي وإيه اللي أنا عايزاه. وبالنسبة للثقة، الناس اللي بتخش حياتي لازم يكتسبوا ثقتي، الناس مش بتدخل حياتي النهارده بكرة يبقى معاهم ثقتي الكاملة، وباسمح لهم يعملوا كل حاجة وI trust them وأقول لهم على كل حاجة فتحت لهم حياتي كلها من غير حدود ولا limit. الثقة مكتسبة، يعني لازم هُم يعملوا حاجات تثبت لي إن هُم يستاهلوا الثقة بتاعتي، ف وناخدها بالراحة take your time. ونقطة مهمة جدًا، ما فيش timeline للي أنا قُلته ده، ما فيش timeline لإن أنا أتقبّل مشاعري وأتعامل معاها وأتخطّاها وأreflect على الماضي، وبعد كده أفكّر في الحاضر، وبعد كده أبتدي أكوّن صداقات جديدة، ما فيش timeline لده، حد ممكن يقدر يعمل ده في أيام، حد يعمله في weeks، حد يعمله في سَنة أو في سنين، ما لهاش timeline. المهم إن إحنا نبدأ وناخدها بالراحة baby steps والhealing عمره ما بيكون ليه timeline ولا بيبقى linear برضه. يعني ممكن الواحد ييجي يلاقي نفسه في فترة إن هو حاسس إن هو ready إنه يبدأ صداقات جديدة ويدخّل ناس جديدة في حياته، ييجي فترة تانية يحس إن هو لأ أنا خايف تاني يحصل زي ما حصل معايا زمان. ده مش معناه إن الشخص فشل في إن هو يتخطى حاجة، لأ ده طبيعي. آمم، هو بيبقى طالع ونازل على حسب الوقت وعلى حسب اليوم وعلى حسب الmood وعلى حسب الظروف المحيطة بينا، فtake your time خدي كل الوقت اللي أنتِ محتاجاه لإن هو ما لوش وقت معين. السؤال إزاي أبطّل أروح التلاجة آكل بالليل عشان عايزة أكون fit؟ طيب أنا عايزة أقول حاجة، كلّنا بنعمل كده أوقات، كلّنا بنعمل الزيارة الليلية بالليل دي للتلاجة وأوقات بتكون من غير داعي، عشان بس لو فاكرة إن ما حدش بيعمل كده غيرِك، لو ما شُفتيش كده في البيت يعني، حاجة عادية وطبيعية وتجربة إنسانية وكلّنا بنعملها. السؤال ده بالنسبة لي مهم لإن في plan أصلًا إن يكون في مرّة لينا قعدة على الموضوع ده، هنتكلم عن التغذية والأكل وربط الأفكار السلبية بالأكل، لإن الصحة النفسية والعقلية الأكل ليه علاقة بيها، تمام؟ هنعرف ده بعدين. إحنا عندنا مشكلة كده إن إحنا بنربط الأكل بالأفكار السلبية، باربط الأكل بتأنيب الضمير، باحس إني guilty لو أكلت، باحس إني guilty إن أنا أكلت بالليل، أو إن أنا أكلت بعد ساعة معيّنة، أو إن أنا أكلت حاجة معيّنة، فأوكي خلّينا متفقين إن في حاجات فعلًا وِحشة إن هي تدخل في جسمي، في أكلات unhealthy، في حاجات أنا نفسي ما باقرّبش منها، بس لو قرّبنا منها ما ينفعش أقعد أجلد نفسي بعدها، أقعد أحس بتأنيب الضمير، إني كلت حاجة مش المفروض آكلها، بعيدًا عن المفروض دي يعني نسبية بتختلف من شخص للتاني، كل واحد ليه احتياجات مختلفة حتى في الأكل، بس لو أنا كلت حاجة مش المفروض آكلها، ده مش معناه إن أنا شخص وِحِش واستحق العقاب، زي أي حاجة في الدنيا، أنا عملت حاجة غلط، بعيدًا عن نسبية برضه كلمة غلط وصح، أنا عملت حاجة غلط أو عملت حاجة مش أنسب حاجة ليّا، أوكي I accept إن أنا عملت ده وأحاول أصلّح، مش أعاقب نفسي وراها. فإحنا في مفاهيم كتيرة جدًا عندنا عن الأكل مش صح. الأكل احتياج أساسي عندنا، إحنا لازم ناكل، إحنا كبني آدمين لازم ناكل، فما ينفعش أربط الأكل بأفكار معيّنة أو أربط الأكل بصورتي الذاتية بmy self image. ما ينفعش أربط شكلي، جسمي، حياتي بالأكل. في سببين بيخلّوا الواحد يروح ياكل بالليل، يروح يفتح التلاجة يشوف فيها إيه بالليل. يا إما جعان بجد، وده بيكون بسبب إن أنا ما خدتش احتياجاتي الكفاية من أكل طول اليوم، ما أكلتش real food، ما قعدتش كلت وجبة كاملة كبيرة بتغطي احتياجاتي فيها كل اللي أنا محتاجاه،
يعني عشان احتياجاتي الغذائية طول اليوم. فطبيعي هاجي على آخر اليوم وجسمي هيpush me إن أنا آكل عشان أعوّض ده. يا إما أنا حرقت، فأنا جُعت فعلًا، حرقت، اتحركت كتير أو أكلت أقل شوية من كل يوم، يعني مثلًا أنا متعودة آكل طبق كبير، أكلت طبق أقل شوية، فأنا جُعت فعلًا بالليل. يا إما حاجة اسمها emotional eating، إن أنا زهقانة، حاسة بالملل، آمم، أيًا كان الشعور اللي بيخلّيني عايزة أعبّر عنه في شكل أكل. برضه موضوع الemotional eating ده هنتكلم فيه عشان الموضوع كبير، بس في test صغير كده باعرف بيه أنا جعانة فعلًا والّا ده مجرد emotional eating. لو أنا مستعدة آكل أي حاجة علشان أسِد الجوع اللي جوايا، ده بيبقى جوع فعلًا. يعني لو أنا بالليل كده فتحت التلاجة وممكن آكل بيض مسلوق، بيضة مسلوقة حاجة كده، يبقى أنا جعانة فعلًا. لكن لو عندي craving، اللي هو لأ أنا عايزة آكل براونيز وعايزة آكل chocolate chip cookies وعايزة دونت ده بيبقى craving، يعني أنا عايزة آكل الحاجات دي تحديدًا، ده بيبقى craving، فممكن بنسبة كبيرة ده بيكون emotional eating. فاللي أنا عايزة أقوله دلوقتي لحد إن شاء الله أمّا هنعمل حلقة بالتفصيل عن الموضوع ده، إن بلاش أربط صورتي الذاتية أنا fit والّا لأ، أنا باكل كتير والّا لأ. نصيحة بس، نحاول خلال اليوم آكل أكل على قد احتياجاتي، آكل وجبة كبيرة في الغدا وتبقى فيها حاجات كتير متنوعة، ما آكلش ساندويتش وفرايز وخلاص. فده هيساعدني إن أنا ما أجيش بالليل أجوع، وأشرب مَيّة كتير. ونصيحة إضافية، يا ريت ننام بدري، لإن عادةً موضوع الجوع بالليل ده بييجي في السهر كده، فده معناه إن إحنا إيه، بنسهر وده برضه مش كويس على صحتنا، فيا ريت ننام بدري. طيب في سؤال، وأنا عاجبني إن السؤال ده جاي من حد في سِن صغير، لإن في ناس كبيرة وبتفكّر بنفس الطريقة. إزاي أقدر أعيش حياتي وفي حد بيبوّظ حياتي وبيحسدني طول الوقت؟ أنا لسه بالصدفة كنت باتكلّم في موضوع الحسد ده مع ناس كبار. طيب أنا هاقول حاجة، خلّينا بس إيه، نتكلّم في كام نقطة عشان إيه، نحُط كل حاجة في مكانها الصح. مش أي كلمة باسمعها من حد، مش أي مجاملة باسمعها من حد، مش أي حد مركّز معانا يبقى ده حسد، تمام؟ الحسد مش مجرّد إن واحدة قالت لي البلوزة دي حلوة عليكِ، اللون ده حلو عليكِ، جبتِ الشنطة دي منين، ده مش بالضرورة حسد، تمام؟ آآ هو طبعًا بتبقى حاجة سخيفة لو في شخص معيّن قاعد في حياتنا وبيعلّق طول الوقت ومركّز في كل خطوة بنعملها وبيسأل عن كل حاجة، ده تصرُّف سخيف وفعلًا بيضايق، وفعلًا بتحسّي إنِّك متراقبة، تمام؟ بس مش لازم بالضرورة يكون حسد. نفكّر إن ممكن يكون شخص نيّته كويسة، واللي أنا أقدر أعمله إنّي ما أركّزش معاه. إحنا اللي بندّي power للناس، إحنا بندّي power لكلام الناس. لو في واحدة مثلًا كل ما تشوفني بتعلّق على حاجة معيّنة وأنا قعدت أركّز في ده، طبيعي هاركّز إن أنا هيحصل لي حاجات وحشة بعدها. إحنا حياتنا مش ماشية حلو بس ومش ماشية وِحِش بس، طبيعي بتحصل حاجات صغيّرة تبوّظ علينا اليوم وتعكنن علينا. بس لو أنا بقى فضلت مركّزة إن أنا شُفت الشخص ده النهارده والشخص ده حسود والشخص ده مركّز معايا، مُخّي هيركّز وهيpick up on أي حاجة صغيّرة هتبوّظ لي اليوم وهاربطها بيه. فإحنا ما نركّزش. my attention وmy focus هي أقوى حاجة في الدنيا ممكن أدّيها لحد، فأنا ليه أدّي القوة دي لكلام حد تاني؟ ما نركّزش معاه، هي جاملتني أوكي thank you والموضوع عدّى. آآ الحاجة التانية اللي مهم أوي أعملها boundaries، أنا قُلت boundaries كام مرّة النهارده؟ الboundaries، لو أنا في حد مركّز في كل حاجة، بيسأل عن كل حاجة، أنا أعمل boundaries معاه. يعني ما اسمحش لحد مثلًا كل ما يشوفني يسألني أسئلة ما تخصوش، زي أنتِ سافرتِ تاني، هو أنتِ اشتريتِ حاجة جديدة، هو أنتِ خرجتِ مع صاحبتِك كام مرّة الأسبوع ده، هو أنتِ بابا بيدّيكِ مصروف كام، هو أنتِ عملتِ إيه في امتحان الترم، جبتِ درجات إيه؟ لو الشخص ده بيسأل أكتر من اللازم، يعني في ناس بتسأل عادي، يعني they care about you فبيسألوا، أنا أعتقد إحنا بنقدر نفرّق بين الشخص اللي بيسأل عادي وبين اللي مركّز أكتر من اللازم. آمم، أعمل له limits، ما اسمحلوش يسأل الأسئلة دي كلّها، تمام؟ آمم، بس ما ركّزش مع التصرفات، ما ركّزش إن لازم بالضرورة تحصل حاجة وحشة طالما شُفت الشخص ده أو علّق على حاجة، لإن ده هيدخّلنا في نقطة تانية مهمة.
في حاجة اسمها gratitude، إن أنا أبقى grateful على الحاجات الكويسة الحلوة في حياتي، الحاجات اللي بتحصل لي كل يوم بشكل يومي. حتى إن أنا عندي القدرة إني أشرب كوباية مَيّة، في ناس ما عندهمش مَيّة وما بيقدروش يشربوا. فأنا لو ركزت بقى مع الحسد، مخي تلقائي بيركز مع الحاجات الصغيرة أو الكبيرة الوحشة اللي بتحصل لي كل يوم. فده بينقلني من الانرجي بتاعت الجراتيتود، وإن أنا grateful وبشوف الحاجات الحلوة وبشوف نعم ربنا عليا، لأن أنا بشوف الحاجات الوحشة بس. آه، فلو احنا تجاهلنا الشخص او تجاهلنا كلام الشخص وركزنا في الحاجات الكويسه اللي بتحصل في حياتنا، مع الوقت هنخرج من فكره ان الناس بتحسد او بتحقد عليا او كده. فما نديش خالص اي اهتمام لكلام الشخص اللي هو بيركز كتير. زي ما قلت، لو في مجامله نقول ثانك يو وخلاص. لو في اسئله عاديه ارد اجابات بسيطه، مش لازم يعرف كل حاجه عن حياتي. ولو الاسئله زادت او التعليقات زادت، ليميت. يعني ايا كانت الطريقه اللي بنستخدمها في التعبير عن نفسنا، بس تكون بتوصل رساله: انا ما اسمحش بالتدخل في حياتي. اوكي. وخلينا نبقى جريتفul للحاجات اللي في حياتي، بدل ما اركز ايه اللي حصل في حياتي وحش النهارده، اركز ان الحمد لله على حاجات تانية كويسه. بركز على الحاجات الوحشه اللي شايفه ان هي نتيجه الحسد وتركيز الناس معايا، في حين ان في حاجات حلوه كتيره جدا بتحصل. ولو ركزت معاها هتسامح مع الحاجات الصغيره اللي بتحصل، وهشوفها جزء عادي من التجربه بتاعت حياتي اليوميه، ان مفيش حد حياته ماشيه حلو بس. اخر سؤال معانا سؤال عميق جدا: ايه اللي يحصل لو فضلت اكبت في مشاعري، ان انا ابطل up my feelings؟ طيب، ببساطه كده، آه مشاعر ما بتروحش. مش ان انا عشان تجاهلت شعور معين يبقى الشعور ده ما بقاش موجود. هو موجود وهيطلع sooner or later. هيطلع دلوقتي، هيطلع بعد بكره، هيطلع السنه الجايه، هيطلع بعد كذا سنه، بس هيجي عليه وقت وهيطلع. مش لازم يطلع في شكل مشاعر بس، ممكن يطلع في شكل امراض جسديه. في امراض جسديه كتير ما بيكونش السبب بتاعها في جسمنا، بيكون السبب بتاعها مشاعر، بيكون السبب نفسي. ف... فخلينا عارفين ان المشاعر هتطلع بمزاجي او مش بمزاجي هتطلع. فعشان كده انا افضل ان احنا نطلعها بارادتنا في وقتها الصح. انا زعلت في موقف دلوقتي وانا عايزه اعيط، بس أنا ما ينفعش اعيط. بس انا مش هينفع اعيط قدام الناس، بس انا مش هينفع اعيط الفتره دي. اصل انا ورايا مسؤوليات، فبدل ما اقعد اضيع الوقت اعيط، اركز واشوف ورايا ايه. اصل انا راجل وما ينفعش اعيط. هم عموما يعني، حتى ولا مع نفسي في الاوضه شكلي ايه قدام نفسي كراجل لو عيط. في ناس بتفكر كده. او لا، ده انا مثلا ماما ما ينفعش اعيط، المفروض اكون سترونج كده عشان خاطر ولادي. فانا كبت نفسي ما عيطتش. هل ده معناه ان رغبه العياط دي راحت؟ المشاعر، الهرت والحزن وكل الحاجات اللي حسيتها في الوقت ده راحت؟ لا خالص، هي ما راحتش. هي بس اتحطت على جنب. هتطلع بعد كده، يا هتطلع في شكل مرض في جسمي، يا هتطلع في شكل ان انا مثلا هبقى عصبيه ومتوتره طول الوقت، او خلقي ضيق وبتعصب من اقل حاجه. وبعدين هاجي one day out of nowhere الاقي نفسي عيطت جامد فجأة كده. حصلت حاجة صغيرة جدا ما تستاهلش، ولا نفسي عيطت عليها جامد، او حصل لي mental او emotional meltdown عليها. فهي المشاعر بتطلع. فزي ما قلت، هي على ما تطلع بقى وانا كبتها، يا اما هتمانيفست نفسها في شكل امراض جسديه، يا اما هتطلع في شكل عصبيه وتوتر، او في شكل غضب. أم، كنت دايما بفرج ال- الطلبة بتوعي في السكول على فيلم انسايد اوت، عشان يشوفوا ان ازاي ان ما بعبرش عن مشاعري بتتحول لايه. ان احنا ما نعبرش عن حزننا في الوقت الصح بيتحول لغضب صريح بعد كده، في حين ان كل المشكلة ممكن تتحل لو انا سمحت لنفسي اعبر عن مشاعري. احنا بني ادمين وعندنا مشاعر كتير. طبيعي ان انا احزن وسعد، مفيش اي مشكلة خالص ان انا اعبر عن مشاعري. احنا رابطين شوية المشاعر بالضعف، مع ان في الواقع ومن وجهة نظري الشخص اللي بيعرف يعبر عن مشاعره صح في الوقت الصح ده شخص قوي. المشاعر مش ضعف. من حقي اعبر عن مشاعري، من حق جسمي عليا، ومن حق نفسيتي عليا ان انا اعبر عن مشاعري صح في الوقت الصح. من حقي ان انا لما افرح اعبر عن فرحتي، ان انا اضحك، ان انا اتنطط، ان انا اسقف. مش هكبت مشاعري، اصل عيب افرح قدام الناس، او الفرحه دي للاطفال الصغيرين. من حقي ان انا لما اغضب اطلع طاقه الغضب دي بالطريقه الصح.
من حقي إن أنا لمّا أزعل وأحس إني عايزة أعيّط، إن أنا أعيّط. يعني لو ادّيت مشاعري حقها هتعدّي. اك I acknowledge my feelings زي ما كنت باقول من حبّة كده، إن لازم أشوف أنا حاسة بإيه وأتقبّله. أوكي، أنا زعلانة، متقبّلة إن أنا زعلانة، عايزة أعمل إيه دلوقتي؟ عايزة أعيّط. أوكي، أنا زعلانة دلوقتي، عايزة أقعد لوحدي شوية. أوكي، فمهم إن أنا أعبّر عن مشاعري. زي ما قُلت، لو كبتّ مشاعري ممكن يطلع في شكل توتُّر، anxiety، آمم، غضب طول الوقت، ألاقي نفسي بسهولة باغضب. آمم، ممكن مع الوقت أحس بالوحدة، إن أنا وحيدة، لإن أنا مش عارفة أعبّر عن مشاعري الحقيقية، فأنا حاسة إن ما حدش فاهمني. آمم، أنا باغضب على الناس، فالناس متجنبينّي وبيحكموا عليَّ، بس هُم مش عارفين إن الغضب ده نتيجة آآ، حزن كبير أو ضغط كبير مكبوت جوايا، فأنا حاسس إني مش مفهوم، فهاحس بالوحدة. و وده ممكن يوصّلني لاكتئاب. وزي ما قُلت برضه المشاعر المكبوتة دي ممكن تطلع في جسمنا، ممكن تلاقي في صداع طول الوقت ما بيروحش، في وجع طول الوقت في جسمي ما بيروحش، عندي مشاكل في معدتي. آمم ما باعرفش أنام بالليل، ألاقي نفسي عندي أرق ما بانامش بالليل. ممكن حتى في ناس شعرها بيُقع. آمم في ناس بتوصل معاهم كمان بتأثّر على مناعتهم. أوقات كمان زي ما قُلت بيخلّي عندنا مشاكل في علاقاتنا مع الناس التانيين، أنا لسه طول الوقت متوتر، طول الوقت angry، طول الوقت بازعّق، طول الوقت باتعصب، طول الوقت حاسس إن أنا مش عارف أعبّر عن نفسي وما حدش فاهمني، فهو كمان ممكن يأثّر على علاقتي بالناس. أنا مش باقول إن لازم كل ده يحصل لمّا باكبت مشاعري، أنا باتكلّم في احتمالات الحاجات اللي ممكن تحصل. طيب، ممكن أعبّر عن مشاعري إزاي؟ ممكن أتكلّم، أقعد مع حد باثق فيه وأتكلّم معاه. لو ما فيش حد باثق فيه وأتكلّم معاه، ممكن أتكلّم مع نفسي، عادي خالص إن أنا أقعد أتكلّم مع نفسي، مش معناها حاجة وحشة. عادي أقعد مع نفسي في الأوضة، أقفل الباب وأتكلّم مع نفسي بصوت عالي. ممكن أتكلّم مع نفسي في مخي، أنا قاعدة ساكتة كده أكلّم نفسي وأسمع منها. ممكن أسجّل voice note لنفسي ما ابعتهاش حتى أمسحها. ممكن أchat مع نفسي، ممكن أكتب. يعني أطلّع كده الjournal بتاعتي، أو لو ما عنديش journal ممكن على الnotes app حتى على الموبايل، إن أنا أفتحه وأطلّع الfeelings اللي جوايا. ممكن زي ما قُلت أchat مع نفسي، أtext myself. ممكن لو ما ليش في الwriting ممكن أرسم، يعني ممكن أطلّع مشاعري دي في رسم. أنا عن نفسي من الناس اللي لو حاسة إني stressed أو متضايقة شوية ومعايا ورقة وقلم وقعدت أرسم doodles كده وأقعد أرسم وأشخبط حاجات، باحس إني بقيت أحسن بعدها. ممكن ألعب رياضة. لو أنا حاسة إن عندي غضب مكتوم ومش عارفة أطلّعه إزاي، أوقات لعب الرياضة بيكون مفيد في إن هو يrelease الfeelings والemotions دي. أهم حاجة إن أنا أشوف أنا حاسة بإيه، أفهم أنا حاسة بإيه، وأتقبّل إن أنا حاسة بده. كل الحاجات اللي مرّيت بيها، كل المشاعر اللي باحسّها، كل المواقف اللي حصلت معايا، كل التجارب اللي كانت في حياتي كلّها حاجات أتقبّل إنّي مرّيت بيها. تقبُّل النَفْس مهم. طبعًا أنا عارفة إن في ناس بتstruggle مع فكرة إن هُم يقدروا يتقبّلوا إن أنا حصل لي كذا أو أنا عندي المشاعر دي. بس بتيجي مع الوقت، baby steps وخطوة، خطوة كده أتقبّل مشاعري. دي الأسئلة اللي كانت وصلت لي النهارده، وهاحاول كل فترة إن أنا أبقى أخصّص قعدة كده معيّنة للرد على الأسئلة. لو حد عايز توضيح أكتر لإجابة من الإجابات اللي أنا قُلتها يا ريت يقول لي، خصوصًا الناس اللي هُم بعتوا لي الأسئلة. ولو حد عايز يتناقش في point من اللي أنا قُلتها يا ريت برضه يقول لي. ولو حد عنده أسئلة يا ريت يبعتها لي، وأنا I'll do my best إن أنا أرُد على كل أسئلتكم دي من فترة وفترة. وبجد أنا مبسوطة بالأسئلة اللي جات لي، وأتمنى إن أنا أكون قدرت أرُد عليكم، وإن إجابتي تكون فرقت معاكم. كان معاكم هايدي وThe Wellness Squad. استنونا المرة الجاية.